واش عمرك ضحكتي على شي واحد قال لك جنون راهم كاينين؟ انا صراحه ضحكت وقلت هذا غير تخربيق ديال الدراري الصغار، ولكن نهار اللي لعبت واحد اللعبه انا وواحد ولد عمي اللي ما كانش اصلا خاصنا نجربوها، حياتي تبدلات للاب. واليوم غادي نعاود لكم القصه ديالي كيفاش قربت نموت بغلط واحد. الله يا خويا بعدين ستوري تايم بالموت. المهم خونا باي سميتو يوسف، عمر الفورم اللي كاين لتحت باش نعاود لكم القصه ديال اليوم. باي كنت انا نعاود لكم غير قصه عاديه في ريديت، ولكن الاخ بربينا دار لنا ستوري تايم ديالو في الفورم اللي كنلوحها لكم في الديسكريبشن. تلقاوها في الديسكريبشن، تلقاوها في اول كومونتير من بينغي. ما نطولش عليكم، بعدا السلام عليكم اخوتي. قبل ما نبدا هذه القصه كنطلب منكم تتبعوها من الاول حتى الاخر، حيت اللي غادي يوقع ما يمكنش اصلا تامن به من الديبار، وما يمكنش اصلا تخيل. كان صراحه مجرد صيف عادي عند الدري من بعد الباك، بحال الضحك النشاط والجمعه ديال العائله، ولكن ولد عمو غادي يخرج عليه بواحد الفكره اللي غادي تقلب ليه حياته للجحيم. المهم القصه غيكون فيها خوف، ندم، وحوايج اللي ما يتمناهم حتى شي واحد انهم يعيشهم. المهم الا كنتم مستعدين جيبوا ما تقصيو، جيبوا ما تشربوا، طفيو الضوء باش تزيدوا من الاكشن، ولا قدرتوا تقربوا التليفون لكم تزيدوا في الفوليوم، ولا بغيتوا كاع ترعوها جيبوا لي زيات وخليونا نبداو القصه ديال اليوم. القصه كتبدا ديال الاخ يوسف من مورا مشى الباك. بطبيعه الحال داك العام ضرب فيه تماره ديال البصح، هادشي راكم عارفين البريباراسيون الباك. المهم كيتجمع لك العياد السيزيام، ما علينا. جا الصيف، الراحه، التباحر مع العشران، التيتيز. المهم هادشي اللي كان في بالي، ولكن ما غاديش يدوز كما تخيلت. المهم حنا في الصيف العائله ديال الوالد كنتجمعوا في واحد الدار وكنخرجوا هكا مجموعين. المهم كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، وكان كيعجبني هاد الجو صراحه بزاف. المهم جاو العائله، وكاين واحد ولد عمي اللي كان ديما فارع عليه راسي بداك الخرافات ديال كاين الجنون، كيقرا داك الكتب اللي عندهم علاقه بالجنون، كيتفرج في الفيديوهات اللي عندهم علاقه بهادشي اللي كيطرا هادشي ميتافيزيقي. المهم انا صراحه ما كنعرفش بهاد التخربيق، وكيجيني غير تخربيق، وانا قلت لكم في الاول هادشي كيجيني غير ديال الدراري الصغار. المهم صراحه من موراها بقى كيعاود لي على هادشي، وانا كنتصنت عليه وكنموت عليه. المهم قرا عليه واحد الكتاب كيفاش تقدر تحضر داك خوتنا في الله. المهم هو كيقرا عليه وانا شحال كنضحك عليه وكنقول ليه اش من جنون واش من تخربيق، هادشي غير تخربيق، ما تبقاش تفرع عليا راسي، ولا بغيتي تبين لي بين لي هادشي غسيلف. ويا ريت داك النهار كاع ما خرجتها من المهم لغد ليه. كان نهار عادي، كان بكري، دوشنا فطرنا مع الدار، ولبست التيشيرت ديالي، وحتى سميتو ولد عمي تا هو لبس التيشيرت وغيهبط معنا للبحر. وراك ديك الساعه الصباحر مشينا مع ديك 10 ديال الصباح، ما جينا حتى 8 ديال الليل. جينا الصراحه عيانين، دوشنا قصينا، راكم عارفين ما البحر كيجيب الجوع. كنا عوالين صراحه نخرجوا، ولكن مع العيام ما بقاش عندنا الجهد ولا العظم صحيح علاش اصلا نوقف. المهم قررنا نقلبوها بلاي في دار. المهم هذيك 10 ديال الليل العائله خرجوا، بقينا غير انا وامين مقصرين. امين هو ولد عم، بقينا مقصرين البلاي، ماتش مورا ماتش. شويه بغى يجرب داكشي اللي كان ديجا كيقول لي وداكشي اللي يقراه. المهم قلت ليه يلا سير بين ليا، ويا ريت عاوتاني قلت لكم ما نقولش ديك الكلمه ديال بين ليا، حيت صراحه هي اللي من بعد غادي تخرج عليا. وانا كنت عارف اصلا شنو غادي يوقع، ما كنت غادي نقبل، ولكن الزعامه الخايبه ديالي هي اللي غتجيب ليا في راسي. المهم خونا مشى للحانوت، ضرب ديال الشمات، جاب واحد السلافه، جاب واحد الورقه، بدا كيكتب فيها شي رموز. علينا خونا بدا كيتخشى، كيقول شي لعيبات، بدا كيدير شي طقوس ماشي هما هذوك. شويه الباب ديال البيت تحل، وانا مازال ما تيقتش، حيت قلت ربما غير الريح ولا البرد ديال الليل هذاك. ولكن حسيت بواحد الاحساس اللي في شكل، هذا الاحساس اللي ما عمري حسيته واللي اول مره كنحسو، وكان كل الزغب ديال يديا وقف بقوه الخلعه. ولكن ما بغيتش نبين الامين بطبيعه الحال، حيت انا ديجا كنت كنضحك عليه، ما كنت كنامن بهادشي اللي كيقول. المهم بغيت ما نبينش داك الدرجه ديال الخوف ديالي. ما حد الوقت كيدوز، وامين مازال كيقول شي هضره اللي هي في شكل. المهم بقيت كنسمع وكنحاول نفهم شنو كيقول. عاد فهمت باللي راه كيقرا شي تعاويذ وكيقرا شي لعيبات اللي هما بالمقلوب. وهنايا في هذه اللحظه صراحه زدت خلعت، وواحد شويه زلافه بدات كتحرك. اخوتي صدق ليه داك الشيء، وانا مصدوم الصراحه، وبالفعل شي حاجه اللي هي ماشي نورمال. المهم امين مشى بعيد ودوا بشي رموز وشي كلمات اللي ما مفهومين. من موراها زلافه تقلبات والشمعات كاع طفاو في هذه اللحظه. المهم انا في هذه اللحظه الصراحه راه كما قلت لكم مخلوع، ولكن فاش طرا هادشي زدت خلعت، والارض الصراحه دارت بيا. حسيت باللي صراحه بحال غادي نموت، قوه الخلع. المهم هذيك الخلعه اللي اول مره كنحس بها، جمعت واحد الجريه وفهمتي ضربت الجريه وحده ما تلفتش من موراي. امين درت داكشي صراحه العك اللي قال لي. امين صراحه مع شاف داك المنظر حتى هو
تخلع وتستريسا. المهم ما عرف شنو كاين. المهم انا ما حسيت براسي الصراحه حتى لقيت راسي تهزيت هكا في السما وتخبط الارض. خونا كيعاود لينا بواحد الدرجه ديال الديتاي اللي صراحه كنحييه من هذا الفيديو هذا. ما علينا، قال لك اسيدي تعليت في الماء وضبط حتى لقيت راسي مغيب. من بعد صافي حتى للصباح عاد فقت لقيت راسي انا وامين والوالده حدا راسي. الوالده مسكينه كانوا عينيها حمر مغمرين هكا بالدموع وفيهم الحموريه، وهي كتقول ولدي عافاك فيك. انا مع سمعت داك الصوت فقط لقيت جنبي اليمين كيضر. المهم واحد طلع في راسي حتى هو في كل. المهم امين غمز ليا وعرفت باللي راه ما خاصني نقول. المهم نط بحال هكا قلت للوالد راه ما كاين والو، غير مع العيا ديال البارح تماره راه واقيلا رجعت عليه. المهم بس ليها راسها كالميتها باش ما يبقاش بالها معايا ونط نفطر، وانا صراحه مخلوع مع داكشي ديال البارح. المهم نط حاولت نفطر عادي، ولكن راه ماشي بحال ديما، حيت جات مشكل ان انا يوسف اللي ديما داير النشاط دار ساكت، حيت صراحه ديما كنكون نشاط منشط العائله، ولكن داكشي اللي شفتو البارح صراحه زرع فيه واحد الرعب. اما هضرت امين طيحت فيا النص، حيت ما قلت لكمش واحد الديتاي قبل ما نهبطوا. سولت امين شنو داكشي اللي طرا، قال لي راك خالفتي القواعد الكليك وبحال تحديتي داك الجنيه اللي استدعيناه، ودابا ما غاديش تلقك، يا اما غادي تهرب ليك ويا اما غادي تنتحر. انا صراحه بقات فيا هاد الجمل كاملين في دماغي واللي بقاو ديما كيدوروا ليا في دماغي. ما علينا داك الساعه نط فطرت، واخا انا ما في اللي فطر. دخلت للبيت دخلت ندوش هكا. المهم حيدت حوايجي دخلت ندوش، طلقت الماء سخون داك النهار عرفتي ترخيت، حيت كنحس بواحد العيال اللي مجموع عليا من البعد. ترخيت ديت عينيا واحد شويه كنحس براسي ما قادرش نفتح عينيا وما بقيتش اصلا قادر نتحرك. واحد شويه بدا واحد الضوء كيشعل في عيني، شويه هما يتحلوا. شفت واحد المنظر اللي صراحه ما كنتمنى حتى شي واحد فيكم يشوف. الرجلين ديال عتروس ويكون لابس الابيض وشعر ديال داك كحل ومشعكك، واحد المنظر اللي ما يمكن. انا غير تخيلته صراحه راه حسيت بالخلعه. المهم ما هنينا جمعتها بواحد الجريه من دوش حتى لبيتي، ضربه وحده ما شفتش من مورا وصلت لبيتي ومازال الصدمه شداني من داك المنظر اللي شفت. لبست حوايجي وتكيت في بلاصتي. من بعد دخل امين وعاودت ليه شنو طرا. قال لي كيفاش باقي قادر تدوي؟ انا كنت في بلاصتك زعما كنت سطيت. قال لي الصراحه اسمح لي بزاف، انا كنت عارف كاع يطرا هادشي وغيوقع لك هادشي كاع ما ندير. قال لي شوف دابا بلا ما تقلبها دراما وبلا ما تبقى تقول بحال هكا، شوف قول لي واش كاين شي حل هادشي ولا غادي يكون خاصني ندوي مع الوالده باش نشوف واش كاين. قال لي شوف غادي تصبر سيمانه، سيمانه غدوز كامله لا غتشوف فيها شي حوايج. اي واحد كون كان بلاصتك غادي ينتحر ولا غادي يتصدى. ما علينا. قلت ليه صافي نشوفوا شنو كاين ونشوفوا واش كاين شي. المهم هاد النهار كامل داز عادي من غير داكشي اللي استفتوش. لا غد ليه كانوا دايرين شي خرجره هكا الوالدين ديالنا. المهم درنا السباح حنايا عيانين وقلنا غادي نبقاو انا وامين في الدار. قررنا باش نبقاو في الدار غير باش نشوفوا واش كاين شي حل هادشي. داكشي اللي طرا خلاونا في الدار، خلاونا شي بركه ديال الفلوس ومشاو. امين عيط ليه عمو باش يمشي يقضي ليه شي غراض في سيدي بنور. ما علينا. قال لي شوف انا غادي نمشي نقضي غراض في سيدي بنور، ولكن كنوعدك لا غدا في الصباح بكري غادي نجي وغادي نبقى معاه. المهم داكشي اللي كان لا غدا في الصباح مشيت معاه صافي وصلت للمحطه. المهم بديت كنهضر معاه عادي. واحد شويه صافي راجع بحالي وانا كنخمم وسهيت واحد شويه مشيت جلست هكا في الكورنيش. جلست كنلقى قدامي واحد الراجل كبير عندي واحد اللحيه بيضاء وجهه باينه فيه مداوز بزاف الحياه. قال لي من قبيله وانا كنشوفك ولدي ساهي. قال لي ياك لاباس واش عندك حاجه عاود ليا. قلت ليه شوف راه عندي بزاف ديال الحاجات وحتى لا عاودت لك راه محال واش غادي تيقني. قال لي شوف غير عاود ليا. المهم ارتحيت ليه بديت كنعاود ليه وهو يقول لي راه هادشي ديالك صراحه صعيب وما كنظنش غادي تهنى منه. واحد شويه وهي تجي عندي واحد المراه قالت لي ولدي مالك بسم الله عليك واش كدوي بوحدك؟ تلفت هكا ما كنلقاش السيد اللي كنت كنعاود ليه. المراه كانت باركه في الكرسي في جنبي وشي نص ساعه وانا كندوي وهي كتنط لداك وقالت لي ولدي راك كدوي غير بوحدك ما كاين حتى شي واحد. انا في ديك الساعه حسيت بالحل بديت كنطا ما عرفتش شنو واقع. المهم صافي نط بحالي للدار، ولكن قبل ما نمشي للدار مشيت طرت واحد البلاصه عند بون المسمن حدانا. المهم بديت ديك الساعه جوج مسمنات خديت كويس داتاي وكانوا جالسين واحد جوج ديال الناس كبار كانوا كيهضروا على تقريبا نفس السوجي ديال ان واحد خونا مضروب ومقعيه وما يديروا معاه وما قدروش انهم يعالجوه وفي الاخر السيد طاب. وانا فسمعت داكشي صراحه دات لي الشهيه بقيت كنقول زعما صافي هذا هو الطب ديالي صافي هادشي اللي فين وصلتني الزعامه ديالي. صافي مشيت خلصت السيد ما صراحه الماكله ما كليتهاش. صافي نط رجعت
رجعت بحالي للدار وكنشم واحد الريحه ديال الحرام. حليت الباب بالزربه ودخلت للكوزينه ولكن ما كاين والو، ما كاين لا عافيه لا حتى شي حاجه، ولكن الدخان منين جا ما عرف. صافي نسيت داك الموقف، جيت لبيتي شعلت البلاي وبديت نلعب. وداك الشعور ديال الوناسه وديال انني ماشي بوحدي راه مازال ما زعما ما خلانيش. المهم بقيت كنسمع التقرقيب في الدار وهذا الشيء كله مازال كنحاول نقنع في راسي باللي راه غير كنتخايل. صوت ديال البوطه شاعل وانا ما قدتش حتى نوض نشوف. من بعد صافي داني النعاس، ولكن ضربتني الفيقه. كنت بصراحه مشلول، ما حليت عينياش داك النهار اللي ديجا شابدو. ويا ريت ما حليت عينيا ديك الساعه، حيت صافي كنحس براسي فاشل، عقلي تا هو وقف. زعما كون ما كنتش مشلول كون في داك الساعه اللي شفتها كون نقصت من الشر. المهم ما دويتش صراحه، ولكن داك العينين صراحه خلاوني نعاود نغيب. ملي فقت لقيت راسي صراحه كاملي زرق، جنابي زوره، كلي معضوض وعنقي مقبوش. المهم شفت داك الساعه لقيتها يلاه 6 ديال العشيه، وهادشي كله والليل مازال ما جا. المهم نط لقيتها يلاه 6 ديال العشيه. ايوا مسخريه القدر من الزهر اللي عندي داك الليله تقطع الضوء ناري، وهادشي كله مازال صابر. كنقول دابا يفرق خويا راه بزاف صراحه. هادشي اللي كتعاود صراحه انا غير بوحدو، هادشي باقي عاد ما عاودش تيبس وقت اخرين وبوحدو صراحه بدا كيخلعني ما قصه ديال كل. المهم كنتمنى صراحه تكون قصه غير عاودتيها من الخيال ديالك، حيت الا كانت بصح ديال بصح زعما من الواقع راه فريمون عشتي شي حاجات اللي هما الاخر. المهم نكملوا القصه ديالنا. المهم هبطت نجيب الشمعه، لاحظت انه كيقول المهم بزاف ولا بلي بهذا المهم. المهم هبطت نجيب شمعه من الحانوت وطلعت درت ليكيت وبديت كنسمع للراديو. كانت شي 8 ديال العشيه ديك الساعه. سيت وانا رجع للواقع ديال الصوت ديال الباب كيترد، وانا الصراحه قبل ما ندخل مأكد باللي سديته. المهم ديك الساعه بديت كنقرا القران ولساني غادي هو كيتقل. من مورا هذيك الشمعات اللي شعلتهم فاو كاملين، وبدات التقرقيب في الدار بالجهد. وانا مشى ليا الشوف وحسيت براسي ترفعت، ما قد لا نغوات لا نوض نتحرك حيت كنحس براسي مشلول. وواحد الصوت ديال واحد المراه كيدوي ليا في ودني، انت واعر زعما ياك انت واعر، اليوم غتشوف معايا الاخر، اليوم غادي تخلص داكشي اللي درت. حسيت براسي قبضت مع الارض وتهزيت للسماء وتخبطت مع الارض في جوج ديال المرات. من بعد صافي غيبت وغنفيق على صوت الفجر. غير كمل داك الفجر وعاود غيب. المهم فت على سوق ديال الدقان دقائق. المهم فاش حليت لقيت اميل مع شافني في داك الحاله قال لي مع من ضربتي يا مسخوط. قلت ليه راه غير مع الوناس. المهم دخلنا للدار، مشيت للطواليت تاعكم وشفت في المرايه لقيت حالتي صراحه كتشفي العين. امين ملي مشى لسيدي بالنور نعتو ليه الناس شفقي قال لي قاطع يدو من يد الرحمه تعرف انه مشعوذ. انا دخلت ندوش وامين خليته كي كانت الفطور، حيت هادي يومين صراحه ما دق النعمه، حيت راه غير داكشي اللي شفتو كان كافي بانه ما يخلينيش نطق. المهم جلست واحد شويه كنفطر وقلت ليه بغيت نفهمها حاجه وحده، كيفاش حضرنا هادشي بجوج وانا الوحيد اللي وقع ليا هادشي. قال لي بان لي راه كان محصن راسو. صافي هنايا فهمت شنو طار. المهم ملي فطرنا قدنا المحطه طلعنا لسيدي بالنور ونيت مورا ساعه ركبنا من جديده لسيدي بالنور. المهم كانت تقريبا شي ساعه الا ربع، دازت عليا بحال شي عام. وصلنا لسيدي بالنور وقدنا واحد البلاصه سميتها القريه. غير هذيك القريه عالم بوحدو، المهم فيها شي دراري فشال وكل 10 متر وجوج ديال العيالات مدابزين وبعالك الصراحه كانوا كيدوزوا عريانين. المهم وصلنا قدام واحد البراكه اللي الصراحه غير الشوفه فيها كتقطع القلب وكتحبس النفس. المهم لقينا بزاف ديال العيالات ساقينا، اللي باغي يتزوج، اللي باغي دير القبول، اللي باغي تثقف، اللي باغا. المهم اللي بغيت نوصل لكم هو ما تيقاش في المستاج. ما عرفتش علاش قال ما تيقاش في المستاجات، ولكن فريمون عنده الحق ما تيقاش في المستاج. ما علينا، جات نوبتنا ودخلت مع الباب لقيت واحد الراجل شارع، واحد المجامر والبيت كله دخان وكحل. المهم قال لي ريح يوسف. انا تصدمت، ما سمعت سميتي. قلت له باش عرفتي سميتي يوسف؟ قال لي هذوك اللي كانوا عندك في الدار البارح راه قالوا لي شنو كاين وهذا ماشي موضوع. قال لي نتوما ما لعبتوش لعب صغير، حضرتوا واحد الجن ماشي عاد، نتوما حضرتوا الملكه ديال الجنون واللي هي الملكه ديال واحد القبيله، وملي راك باقي بعقلك وباقي عايش لدابا راك مرضي الوالدين. قلت ليه اسيدي دابا شنو الحل؟ انا غادي نعطيك شي حجاب. قال لي ديك الساعه انا غادي نعطيك شي حجاب اللي غادي يبعدهم عليك 3 ايام، وفي هذه المده خاصك تمشي عند واحد سيد السخيرات. وقال لي باللي الطريق ما غاديش تكون سهله حيت ما غاديش يخليوكم توصلوا على خير. المهم الحجاب داروا لي على شكل سلسله، وقال لي باللي السيد ديال الخيرات غيتقام عليك غالي شي شويه، خاصك تخلص 3500 درهم. المهم ديت ليه 100 درهم وخرجت لقيت داك الشيء اللي ديجا عطاني ديك الحجاب، علقته ارتحيت واحد شويه. ولكن كانوا عندي 3 ايام وكان خاصني نقضي فيهم الغرض، نمشي للسخيرات. المهم شديت الطاكسي رجعت للجديده. ولكن داك الساعه غادي تصوني عليا الوالده، قالت لي كي راك داير؟ انا الصراحه ما عرفتش نجاوبها، واش نشد في راسي ولا نقول لها شنو طاري. المهم ولكن ديك الساعه شديت
هديت في راسي وجاوبتها، قلت لها الو الوالده كي دايره الوالده؟ قالت لي كي دايره ولدي واش انت مرتاح؟ قلت لها راني مرتاح صراحه، كنت البارح شويه عيان ودابا ما طاري والو. المهم الطريق كامل وانا كنخمم في المشكل ديال الفلوس، حيت صراحه انا كنت جامعي 2000 درهم الطويره ديال الباك، وامين كان جامع 500 درهم. المهم بقات 1000 درهم. المهم درت املي في الله، نعست شويه في الطاكسي وكنا وصلنا الصراحه لديك المدينه. المهم ساعه مشيت بوحدي ريحت هكا، بقيت كنفكر وانا نتفكر اشرف واحد الدري صاحبي تقريبا بحال خويا، تعرفنا مني كنا فتامنا وبقينا كل عام كنجيو بجوج وكنا بحال التوام. حتى في الباك جينا في نفس الطابله، المهم تقريبا قدام ماشي في نفس الطابله، المهم قدام. قلت ليه الو السلام عليكم كي داير؟ بخير هاني. المهم قلت ليه صراحه انا بغيتك ومحتاج في واحد البلان، واش نتلاقى؟ وقال لي صافي نتلاقى في واحد القهوه ديال ياسمين ونعاود ليك داك الساعه اشنو طاري. المهم من على ديك الساعه غادي نتلاقى. المهم مشيت بوحدي عنده وجلست كنتنى. المهم هو فاش شافني ديك الحاله قال لي مالك صاحبي كتبان بحال واكل العصا. المهم قال لي واش تاني مضارب على شي موستاجا؟ قلت ليه لا، من هاد المره هادشي اللي طرا ليا فهم. عاودت ليه داكشي كامل من النهار ديال الطقوس النهار ديال الفقي، وقلت ليه دابا خاصني 1000 درهم. قال لي صاحبي واش انت ساوي عندي غير 1000 درهم؟ ما علينا. المهم غدا مع 6 غادي نكون عند الدار. داكشي اللي كان مع 6 جا عندي بالحديده ديال البار. المهم قال لي هبط وجيب معاك داك ولد عمك المنحوت. المهم قال لي ديك الساعه الوالد ديالي راه مسافر والعائله ديالو شي سيمانه عاد غادي يجيو. المهم طلع المسخوط ديال ولد عمك اللي ديما داير لك هاد المصايب ويلا نمشيو مجموعين للسخير. المهم جبت داك الساعه 1000 درهم هنايا عنقت عشيري حيت الرجول صراحه الرجوله موا. المهم تحركنا مع ديك 8 ديال العشيه وتفكرت الهضره ديال باللي الطريق ما غاديش تكون سهل. مع ديك 10 ديال الليل اشرف دكايه وقررنا نستراحوا واحد شويه، وكان وصلني باش ندير المازوط. وصلت للستاسيون فيها غير واحد الراجل وواحد الرينان. المهم قالت لي واحد 200 درهم عافاك. قال لي واخا يوسف ملي سمعت سميتي حاولت ما نتخلعش. قال لي شوف انا اللي كنت معاك النهار ديال الكور. المهم انايا مع سمعت داكشي سمحت 200 درهم سمحتها في راسي شويه كنوض مع داك الخمسه بحال هكاك. الدري كان صايك قال لي الفران راه ما بقاش كيصد. والزمر كيفاش الفران ما بقاش كيشد وحنا غاديين 120؟ هو صافي راه الموت هادي جايه، ما كنصلي ما تلعبه باش غنتلاقى عند مولان. المهم امي مسكينه حتى هي كتشوف فيا غير الضو، انا الدري الوحيد اللي عندها. المهم كنا كنضحكوا حتى صدقنا هاجرين غادي وكيتزاد في الكتيراتور. المهم وصلت ديك الساعه الطوموبيل شي 160 ومع راكم عارفين مع ديباسات داك الفيتاس ديالها. كنا الصراحه ديك الساعه بدينا كنتسناو، ولكن كانت الا كان مكتب عليك الله تعيش شي عمر طويل راه نشوف غادي تعيش داك العمر طويل. مع واحد شويه كيبان ليا يوسف كيغوت وكيقول ما غاديش نموتوا الفرار رجع. وكل ما الطريق كانت خاويه الصراحه كون جمعونا في زار وقلت مع راسي راه الصراحه الموت المره الثانيه هاد المره. المهم مع 8 ديال الصباح قشعنا البلاكه ديال السخيرات باقي 80 كيلومتر شي ساعه الا روب ونوصل. المهم الحمد لله وصلنا عند السيد. المهم ما كاين غير الحديد الواعر صراحه عند الباب الدنيا عامره. هاد السيد كان الناس كتجي من الخارج وكتجي من بلايص بعاد. السيد معروف بالبركه ديالو. وشدينا النوبه شي 4 ديال السوايع عاد وصلت نوبتي دخلت وهاد السيد ارتحيت ليه صار ماشي بحال السيد الاخر. قال لي مالك ولدي؟ بديت كنعاود ليه ديطاي كامل. قلت ليه كيفاش حضرنا الجنون من موراها ها شنو طرا وشفنوش في الموت وتا وهادي. وقلت ليه شنو الحاجه الصراحه اللي تقدر تفارقنا؟ قلت ليه واش الموت زعما اللي تقدر تفارقني مع ديك الجني؟ قال لي الموت هو الوحيد اللي يقدر يفارق. انا صافي ما سمعت داك الموت هو الوحيد اللي يقدر يفارقكم. قلت صافي الحياه ديالي مشات بحال شديتي خويتي اللي الماء في الركاب. ما شافني الصراحه بحال هكاك بديت كنبكي قطعت ليه في قلبه ويقول لي شوف راه كاين واحد الحل ولكن خطر عليك. هذا الحل هو انك تعاود تحضرها للجنيه وتخليها تهضر معك. بالحكم انها هي الملكه ديال القبيله ديالهم فهاد الشيء غادي يكون فيه خطر عليك، ولكن نطلبوا الله. دابا عرفتي شنو غادي دير؟ غادي تنوض توضا وغادي تجي وداك الشيء اللي درت. قال لي تكي على ظهرك كيت على ظهري دار لي القران في نيفي وبدا كيقرا في القران. وانا كنحس بواحد الراحه النفسيه اللي ما عمري حسيت. واحد شويه بديت كنغيب واخا مغيب صوت القران مازال كنسمع وهي بحال بديت كنحلم بها مره وخدا. المهم وقفات عليا خنا ولكن هاد المره في صفه زوينه. قلت لي صافي بغيتي تمشي وتخليني ياك انت اللي حضرتيني اول نهار وقلت ليها شنو بغيت انا بغيتك غتبعدي مني. قلت لي دابا انت واش ما حشمتيش؟ معيط ليا جايبني وباغي دابا تخليني. انا
الصراحه ديك الصفه عجبتني بزاف. المهم ديت ليها يدي وبدينا غاديين طفا واش هادشي اللي طرا كامل مازال ما تايق ورا راس نورمال ما خصكش تعتق راسك دابا. علينا غادي نكملوا هاد القصه نشوفوا هاد الخونه هذا ما بان لي مكلخ صراحه. واش انت في مشكل ومازال قلبك غادي مع الدريات؟ علينا داك الصفه اللي عجبتني الصراحه مديت ليها يدي وبحال لا بديت كتعني. المهم انا داك الساعه بديت كنفكر في الوالده وخواتاتي والاحلام اللي كانت داير في بالي. داك الشيء كامل غادي نسمح فيه وغادي نتبع هاد القناه وانا نوقفها حيت داك الساعه بديت كنسمع الصوت ديال القران بدا كيباعد. المهم ديك الساعه مع وقفتها قلت لها شوف سمحي لي ولكن ما يمكنش غادي نمشي معاه. هنايا ديك الصيفه اللي كانت عندها تبلات ورجعتنا كما شفتها في الدو اللي وقفت عليا في الدار. المهم قلت لها بعدي مني هادشي غير غلط اللي طرا. المهم هذيك الساعه كنا مقشبين كنا كنلعبوا والزعامه ديالي هي اللي دارت لي ولكن كاع ما بغات تبعد مني وكانت باغا تقتلني. وداك الساعه انا بقوه الخلعه بديت كنقرا ايه الكرسي وهنا كنشوف باللي السيده بدات كتحرق قدام. بقيت كنعاود فيها تتشعلت فيها العافيه وبديت كنجري وانا تابع الصوت ديال القران اللي كنسمع من الجهه الاخرى. المهم ملي فقت لقيت امين واشرف عينيهم حمرين. انا كنقول او هادو مالهم غير نط لفت للجهه ديال السيد لقيته كيشوف فيا واحد الشوفات ديال الصدمه تا هادو مالهم. المهم شفت في امين قلت ليه شنو طاري؟ قال لي شوف ما تسولني ما حتى شي حاجه نوض توضا نصليو العصر ونجيو نعاود ليك شنو طار. المهم مشينا توضينا صلينا العصر. اول مره كنحس بواحد الراحه يا سلام. ونيت صلينا العصر وحسيت باللي حيت عليا واحد تقل كبير وكبير بزاف. صلينا قصدنا واحد القهوه وحسيت بالجوع كبير بديت تخلص علينا ما تيسر من المأكل والمشرب. بالك فكرتك بخاطرك هادشي كامل ما علينا. كليت اول مره كنحس بواحد الجوع اللي ما عمري حسيت به. بديت كندوي معاهم قلت لهم شنو طاري. قال لي واش اخبارك بليك راه رجعتي من المو؟ المو قال لي ملي كنتي مغيب واحد القسم قدنا فيك الامل انا وصاحبي حسب لينا صافي متي وبدينا كنبكيو عليك. اول مره تبلوكيت صراحه وراك دابا هنايا حيت انت بغيتي تعي ودابا انت قالك حاجه وحده باش هادشي يبعد منك. قلت ليه شنو هي؟ عتقنيها العار. قال لي شوف الصلاه ديالك خاص تواظب عليها وقالها هو كيضحك. المهم حتى انا ماشي من هاكزين قلت ليه صافي ملي جاي رمضان اصلا غادي نزيد نواظب على راسي. عطاني شي بخور عطيته الفلوس ورجعنا شدينا الطريق. والاول مره بواحد الراحه واحد الشوفه ديال الحياه بديت كنشوفها بواحد الطريقه واحده اخرى. المهم الشوفه ديال الحياه بدلات ودزنا محدا الستاسيون اللي قلت لكم بغينا نعمروا فيها المازوط ولقيتها غير بلاصه مهجور تخيل معايا. المهم خدمني ولد الحرام داك الجني ودا لي 200 درهم ولكن هانيه. ملي رجعت للجديده وصلنا للجديده حسيت بواحد الراحه اللي هي فين. وصلنا اشرفت الباب الدار قال لي تهلا في راسك وانت قاشعر الصيف مازال طويل. قلت ليه صافي هي اللي ما تعاودش نط للدار. لقيت الفاميليا جاو ما كان باقي فيه الاثار ديال العصا. الوالده تخلعت وقالت لي مال. قلت لها صافي داكشي طويل حتى من بعد نعاود ليك. وفعلا جا واحد النهار عاودت ليه هذاك كامل. قالت لي واش انت باغي تقتلني وعنقعتني. هذه هي الام الصراحه واخا دير اللي درتي راه كتبقى هي امك. المهم عنقعتني وصراحه من موراها واظبت على الصلاه في وقتها واخا بقيت مره كنحلم بشي حوايج ماشي تلهيه ولكن مع الوقت ورمضان الحمد لله وليت على خير وبخير. ايوا سيدي الحمد لله وليت على خير وبخير. حيت صراحه ستوري تايم ديالك اللي هي شويه فكل كنتمنى صراحه ما تكونش ديال بصح. حيت صراحه راه فكل كنتمنى تكون غير اختارعتيها من دماغك حيت الا كانت ديال بصح راه فريمون مشكل. وهنايا في الاخر قال لي غادي نقول لكم شي ميساجات اللي خصكم تردوا منهم بعدوا من هادشي ديال الجنون بعدوا من الزعامه الزايده صاروا مع من صاحبه مزيان. فعلا صراحه عنده الحق. صراحه ما كانش عليك اصلا تجرب هاد التجربه مع ولد عمك ولا يكون فيك هاد الثقافه ديال انك تبغي تكتشف شي حاجات اللي هما انورمال. المهم هنايا نكون وصلنا للاخر ديال القصه. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب ونتلاقاو في فيديو جديد. Little lion bitch.